بعض الناس مصابين بمرض وراثي سببه خلل جيني، يا إما الجين حروفه متلخبطة في الحمض النووي بتاعهم أو موجود منه نسخ زيادة. بيحلموا بطريقة نقدر نصلح بيها الخلل ده. دلوقتي معمليا فعلا بقى في طريقة بسببها عالمتين كسبوا جايزة نوبل في الكيمياء سنة 2020. هي موضوع حلقتنا النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن كريسبر. كريسبر ده هو نظام أو تقنية زي ما رضوى قالت، بنقدر نغير بيها في الصفات الوراثية بتاعة الإنسان، ونقدر نشيل صفات أو نشيل جينات أو نغير في الجينات عشان نوصل للصفات اللي احنا عايزينها. وطبعا زي ما رضوى قالت، في سنة 2020 في اتنين من العلماء خدوا جائزة نوبل، هما جينيفر داودنا من أمريكا وإيمانويل شاربونتيه من فرنسا. وهم سبب الاكتشاف الكبير بتاعهم، هو طبعا الاكتشاف كان بدأ قبل كده بسنين كتير، بس هم اللي قدروا فعلا يستخدموا النظام بتاع كريسبر ده عشان فعليا يغيروا في أو يعملوا أداة نقدر نغير بيها في الصفات الوراثية أو الجينات البشرية. وميزة النظام الجديد دوت كريسبر عن الأنظمة القديمة اللي كان العلماء بيحاولوا يستخدموها في المعمل الدقة، زي ما رضوى كانت بتقول دلوقتي. يعني لو تفتكروا معانا من الحلقة بتاعت الحمض النووي، احنا اتكلمنا إن الإنسان عندنا في الحمض النووي الدي ان ايه بتاعتنا 3 مليار حرف. لما حد يبقى عنده خلل جيني، الخلل ده هيصيب عدة حروف قليلة من ال3 مليار حرف. ميزة كريسبر إنه بيساعد العلماء إن هم يقدروا بدقة أعلى كتير من التقنيات اللي كانت موجودة زمان إن هم يصلحوا الخلل. يعني لو الخلل موجود في حرف أو اتنين من ال3 مليار، لما يجوا يحاولوا يصلحوه هيأثروا على الحرفين دول ويمكن مثلا حرفين تانيين. لكن التقنيات القديمة كانت بدل ما تأثر على الحرفين دول بتأثر على 1000 حرف، 100 حرف، 200 حرف. فطبعا ده ممكن يؤدي لمشاكل تانية احنا في غنى عنها. احنا كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن التعديل الوراثي في النباتات وفي البكتيريا، يعني من ضمن التطبيقات بتاعته ان احنا نحصل على محاصيل بجودة معينة او صفات وراثية معينة، او ان احنا نقدر نخلي البكتيريا تطلع لنا كمية كبيرة من الانسولين عشان نستخدمها في العلاج في البشر مثلا، او هرمونات معينة. فكل ده بيعتمد على تقنيات معينة نقدر نعدل بيها في الصفات الوراثية بتاعت سواء النباتات او البكتيريا. لكن الحاجة الجديدة اللي العلماء بقالهم كتير بيحلموا بيها هو إنهم يعدلوا في الصفات الوراثية بتاعة البشر. وكان هو ده التحدي الأساسي، زي ما رضوى وضحت، إنه ما كانش بيبقى عندهم درجة الدقة اللي تخليهم يبقوا مطمنين إنهم يجربوا حاجة زي كده في الإنسان بدون ما يحصل مشكلة. في فترة التسعينات كان في تجارب سريرية كتير، كان العلماء بيحاولوا فيها إن هم يستخدموا تقنيات قديمة شوية إن هم يعالجوا فيها الخلل الوراثي مثلا، فكان اسمه جين ثيرابي أو العلاج الجيني. فكانوا بياخدوا مثلا الجين اللي ناقص من الإنسان ويحاولوا يدخلوه، ياخدوا منه ياخدوا خلايا من الإنسان اللي بيتعالج ده ويحاولوا يدخلوا الجين، ويدعوا ربنا كده إن شاء الله يدخل في مكان ما يبوظش حاجة، ان هو يحصل له دمج في الحمض النووي بتاع الإنسان، طبعا بدقة قليلة. بس يعني بما ان معظم الحمض النووي فعليا ما هوش جينات، مش بيترجم لبروتينات، فهم كانوا يعني بيتمنوا ان هو يروح داخل في جزء ما يبوظش حاجة تانية. فكان في أحوال كتير الموضوع بيعدي وبيدخل في جزء كويس، ويقدر ان الشخص ده يحس بتحسن في أعراض المرض بتاعه. بس في أحوال تانية للأسف الشديد حصل منه مشاكل، وكان من ضمنها وفاة ولد عنده 18 سنة اسمه جيسي جيلسنجر سنة 1999 بسبب العلاج اللي هو خده أو العلاج الجيني اللي خده. بعد الفترة دي العلماء قعدوا فترة كبيرة متلخبطين، مش قادرين إن هم يكملوا في نفس العلاج ده أو الطريقة دي، لأنهم حاسين إن ممكن يحصل بسببها مشاكل. بس جه نظام كريسبر غير حاجات كتير جدا بسبب الدقة الشديدة جدا في التغيير في الحمض النووي بتاع الإنسان أو بتاع الخلايا اللي هو داخلها. عشان بقى نشرح كريسبر محتاجين نرجع بورا كده. هم أصلا اكتشفوا كريسبر ده ازاي؟ اكتشفوه بسبب البكتيريا. فالبكتيريا زيها زي أي حاجة عايشة حوالينا، عندها جهاز مناعة علشان يحميها من الحاجات اللي هتهاجمها زي مثلا الفيروسات. اكتشفوا العلماء إن البكتيريا
بتستخدم تقنية الكريسبر علشان تحمي نفسها من الفيروسات اللي ممكن تهاجمها. ازاي ده بقى بيحصل؟ ان البكتيريا بتفتكر لما زمان في فيروس جه هاجمها، الحمض النووي بتاع الفيروس ده بتخزنه عندها علشان يبقى موجود في الذاكرة بتاعتها. ولو الفيروس ده في يوم من الأيام رجع هاجم نفس البكتيريا دي مرة تانية، هي هترجع كده في الذاكرة، هتلاقي الحمض النووي بتاع الفيروس موجود متخزن في الذاكرة المناعية بتاعتها، تروح للحمض النووي بتاع الفيروس وتكسر الحمض النووي بتاع الفيروس باستخدام بروتين اسمه كاس9. فهي فكرة كريسبر كلها معتمدة في الأصل على جهاز مناعة البكتيريا بتاع البكتيريا إن هو يهاجم الفيروسات اللي جاية من بره. يعني احنا ممكن نشبه الموضوع كده بجهاز المخابرات بتاع المدينة. جهاز المخابرات ده بيعمل ايه؟ بيروح يجمع معلومات، كل ما يجيله حد بيحاول يهاجمه من بره بياخد له صورة ويحتفظ بالصورة دي عنده، فهو كده بقى عنده زي مكتبة أو تخزين لصور كتير لكل حد حاول يهاجمه، كل جاسوس حاول يدخل المدينة، كل حرامي حاول إن هو يعمل مشكلة. فبالتالي مجموعة الصور اللي جهاز المخابرات بقى مخبيها بقت زي مرجع، بحيث انه لما الحرامي ده يجي تاني او الجاسوس ده يجي تاني يرجع يقارنه بالصورة اللي عنده، فيقدر ان هو يهاجمه لانه عنده المعلومة دي ان الشخص ده حاول يهاجمني قبل كده. فطبعا فكرة انه الواحد يبقى عنده مجموعة من الصور او ذاكرة اي حاجه تقدر تهاجمه ويهاجم بدقه شديده الشخص ده اللي صورته معايا مش الشخص اللي جنبه. انا عارف كويس قوي شكله ايه لان معايا صورته، هو ده اللي وصلنا لان احنا يبقى عندنا جهاز او اداه نقدر نستخدمها بدقة شديدة لأنها عندها ذاكرة أو عندها طريقة إنها تقص عند جزء معين مش الجزء اللي جنبه، فبالتالي ما تعملش مشكلة عن طريق إن هي تقص في مكان غلط أو تعمل مشكلة في الحمض النووي. أكيد. وطبعا إحنا قلنا دلوقتي إن هو الدقة دي موجودة كانت في البكتيريا. كان بقى محتاجين العلماء شوية وقت إن هم يحاولوا يترجموا التقنية دي ويطبقوها في خلايا إنسان، إن هم ياخدوا النظام ده اللي بيقدر يشوف الصور بتاعة الحاجات اللي هجمته قبل كده ويكسر الحمض النووي لما يشوفه مرة تانية، إن هم يقدروا يترجموا النظام دوت في خلايا الإنسان. علشان إحنا الخلايا بتاعتنا أكيد مختلفة عن خلايا البكتيريا، في حاجات بنستعملها بطريقة مختلفة شوية. في 2012 العلماء اللي كانوا بيشتغلوا في جامعة كاليفورنيا يو سي بيركلي قدروا إن هم فعلا يغيروا من جينات خلايا الإنسان باستخدام تقنية كريسبر. وطبعا أول ما عرفوا بقى إن هم يقدروا يغيروا من الحمض النووي بتاع خلايا الإنسان اتشجعوا، وده فتح مجال كبير لعلماء كتيرة سواء بيشتغلوا في جامعات أو شركات إن هم يطبقوا التقنية دي في تجارب سواء على خلايا بتاعت إنسان أو على فئران، عشان يشوفوا هل فعلا التقنية دي ليها مستقبل ولا لأ، تقدر إن هي تغير من الجينات بتاعت الشخص بتبقى متلخبطة عند الناس اللي عندهم أمراض وراثية ولا لأ. وطبعا لما العلماء اكتشفوا إن هم ممكن يصلحوا الخلل الوراثي اللي موجود في الخلايا بتاعت البني آدمين، اتشجعوا جدا، اكتشفوا إن التقنية دي يمكن يكون ليها مستقبل في علاج بعض الأمراض الوراثية اللي سببها خلل جيني زي ما كنا بنتكلم في الأول. فابتدت التجارب، وهنبدأ مع بعض كده نحكي قصص النجاح اللي دلوقتي تسببت في الشهرة الكبيرة بتاعة نظام كريسبر في التعديل الوراثي. أول تجربة هنحكي عليها اتعملت في فئران عندهم فقد سمع وراثي. وزي ما احنا كتير مننا ممكن يبقى عارف، فقد السمع تقريبا نص حالات فقد السمع اللي موجودة عند البني آدمين سببها سبب وراثي. فلو احنا قدرنا نحل المشكلة دي احنا فعلا ممكن نعمل تغيير كبير في حياة ناس كتيرة عندهم مشكلة فقد السمع. التجربة استعملوا تقنية الكريسبر علشان يصلحوا الخلل الوراثي اللي موجود في الفئران دول، وفعلا كتير من الفئران ابتدوا ان هم التدهور بتاع حاسة السمع عندهم تقل، وبعض منهم قدر يرجع يسمع تاني رغم ان هم عندهم الخلل اللي بيسبب فقد السمع. فيعني النتيجة دي كانت بالنسبة للعلماء ساعتها لما طلعت حاجة مبشرة جدا وتشجع ان احنا نكمل تجارب في السكة دي.
طبعا الأمراض الوراثية يعني هي مشكلة كبيرة في عائلات بالكامل بتعاني من مشاكل زي كده. مثلا تلاقي العيلة كلها عندهم مشكلة في فقد السمع، فقد البصر، حاجة زي الأنيميا المنجلية. الأنيميا المنجلية دي هي بيبقى مرض بيخلي إن شكل كرات الدم الحمراء شكلها شبه المنجل، فعشان كده اسمها شبه، بتبقى زي الهلال مثلا. فعشان كده بيسموها الأنيميا المنجلية. في ناس كتير عائلات عندها المشكلة دي، بتلاقي مثلا ناس بتتولد بالأنيميا المنجلية. فالمشكلة كرات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء بالشكل ده إنها ممكن تبدأ تسد الأوعية الدموية وتسبب أمراض كتير جدا، وممكن تسبب جلطات. وعادة الشخص ده مش بيعيش كتير بسبب كمية المشاكل اللي بتحصل له بسبب المرض ده. فعلماء في أمريكا بدأوا إن هم يحاولوا يعالجوا مشكلة الأنيميا المنجلية باستخدام كريسبر، وجابوا ناس بتعاني من المرض، من ضمنهم واحدة اسمها فيكتوريا جراي عندها 37 سنة. الكلام ده يعني هم بدأوا سنة 2019، ده الوقت اللي هي اتعالجت فيه. هم خدوا خلايا من النخاع بتاعها ويعدلوا فيها وراثيا باستخدام كريسبر، بحيث ان هم يخلوا الخلايا بتاعتها تقدر تطلع هيموجلوبين بشكل طبيعي. وبعد كده رجعوا لها الخلايا دي، بس هم كمان ادوها كيماوي عشان يدمروا كل الخلايا اللي فيها مشكلة، بحيث يتبقى لها النخاع الكويس عشان يطلع لها خلايا جديدة. المفروض الخلايا الجديدة دي فيها هيموجلوبين طبيعي. هي فيكتوريا جراي حياتها تغيرت تماما، وهي شفيت من مرض أنيميا المنجلية تقريبا بنسبة كبيرة. بقت عايشة حياة طبيعية، ما بقتش بتحتاج كل شوية إنها تروح المستشفى. هي أم الأربع أطفال، وطبعا هي بتشتغل عشان تدعم أسرتها، وإن هي تاخد بالها من 4 أطفال. طبعا في وسط بقى تعبها ومرضها، فهي حياتها اتغيرت تماما. لو احنا حابين نقرا اكتر عن قصتها ممكن نحط تفاصيل اكتر في الوصف بتاع الفيديو. فده من القصص فعلا، قصص نجاح الكبيره لتقنيه كريسبر. وده كانت تجربه سريريه، يعني هي لسه العلاج نفسه متوقع ان هو ممكن السنه دي او السنه الجايه ان هو ياخد موافقه من هيئه الغذاء والدواء في امريكا وفي اوروبا كمان. بس لغايه دلوقتي ده كان بس تجربه سريريه غيرت حياه حد واحد على الاقل بشكل كبير جدا. طبعا طفرة كبيرة، يعني حد مولود بمرض وراثي، لخبطة في الجينات، لغاية قريب قوي ما كانش في اوبشن خالص ممكن نساعد الشخص ده غير ان احنا نعوضه عن نقص مثلا بروتين معين او نقص خلايا معينة. فهي قصة جميلة جدا. زي رضوى ما قالت كمان، احنا لو حد مهتم اكتر ممكن نشوف انترفيوهات اتعملت معاها وهي بتحكي قصتها وازاي ده اثر على حياتها. وكانت طبعا ايه قصة النجاح دي، شجعت ناس تانية ان هم يجربوا في امراض وراثية مختلفة برضو سببها خلل جيني. إحدى قصص النجاح التانية برضو نوع من الأمراض اللي بيسبب فقد البصر، معروف باسم LCA. المرض دوت تدريجيا بيسبب فقد البصر تدريجي من بعد الولادة لغاية لما الشخص يكبر. عادة على الطفولة كده بيبقوا فقدوا معظم البصر بتاعهم. شركة أمريكية اسمها إديتاس قررت إن هي برضو تستعمل تقنية الكريسبر، وساعتها هم كانوا بيحقنوا الفيروس الحامل للكريسبر في العين نفسها، في العين بتاعة المرضى المصابين، جنب خلايا مستقبلات الضوء اللي احنا عارفين فيها المشكلة أو الخلل الوراثي اللي بيسبب فقد البصر. ومن 14 مريض 3 منهم اتحسنت الرؤية عندهم، وغير ان التدهور وقف، لا ده كمان الرؤية اتحسنت. بقية المرضى التدهور نسبته قلت عن الأول قبل ما كانوا ياخدوا العلاج. فممكن ناس تقول 3 من 14 ده رقم قليل، بس يا جماعة خلينا نفتكر ان ده مرض ملوش اي نوع من انواع العلاج. يعني الدكاترة عارفين الشخص المصاب بالمرض ده هيحصل تدهور في حاسة البصر عندهم، ومفيش حاجة ممكن نعملها علشان نطور منه. فده بيدي امل، الكريسبر بيدي امل ان يمكن يكون في حل حتى لو لنسبة من المرضى. بس مع الوقت احنا هنكون عندنا خبرة اكتر، هنحسن من التكنولوجيا اكتر، عشان املنا ان احنا بعد كده نقدر نعالج عدد اكبر من المرضى. قصة تانية جميلة جدا هي قصة بنت اسمها أديسا عندها 13 سنة. البنت دي جالها لوكيميا، وده أحد أنواع سرطانات الدم. البنت خدت كيماوي وخلصت كل العلاج الكيماوي، لكن للأسف المرض اللي عندها ما استجابش للعلاج، وكان خلاص مش قدامها أي حلول تانية. كانت هتتنقل للرعاية اللي هي خلاص يعني عارفين إن هي هتموت خلاص. بس هي وأهلها قرروا إنهم يجربوا علاج كريسبر، واللي هم عملوه الدكاترة العلاج اللي ادوه لها إن هم جابوا خلايا مناعية اسمها
الخلايا التائية أو بالإنجليزي CAR T cells. بس الفرق إنه بما يعني موضوع الCAR T cells أو علاج بالخلايا التائية المعدلة وراثيا دي ده بقاله فترة كبيرة ودي قصص نجاح تانية كتير. بس اللي هم عملوه مختلف، إن هم عدلوا في الخلايا التائية باستخدام تقنية كريسبر بحيث إن هم يقدروا يدوها علاج سريع. هو في العادي المفروض الخلايا التائية دي بتتجاب من المريض نفسه، فبياخدوا من المريض الخلايا بتاعته وبعد كده يعدلوا فيها وراثيا في المعمل وينموها ويكبروها وبعد كده يرجعوها تاني للمريض. فالموضوع ده بياخد له أسابيع عشان يقدروا فعلا إن هم يعملوا كل الخطوات دي للمريض. وممكن المريض في الوقت الأسابيع ده حالته تتدهور، ممكن إن هو لا قدر الله يحصل له وفاة. فطبعا الانتظار بيحصل منه مشاكل، ده غير ان في احتماليات كتير انه الخطوات اللي بيعملوها في خلال الاسابيع ما تنجحش، لان هم حاجات بيعملوها في المعمل ممكن الخلايا تموت منهم، ممكن الخلايا يحصل فيها مشكله، ممكن ما تنموش بالكميه اللي هم محتاجينها. اللي غيروه العلماء عن طريق كريسبر ان هم قدروا ياخدوا خلايا تائيه من واحد متطوع وبالتالي يعدلوا في الخلايا بتاعته بحيث تبقى جاهزه انه اول ما المريض يحتاجها يكون الدواء موجود على الرف وجاهز وان هو يقدروا يدوه على طول للمريض اللي محتاجه. فطبعا في الوضع العادي ما كانوش بيقدروا يعملوا حاجة زي كده، لانه لما بيجيبوا خلايا غريبة من حد غريب عن المريض بيبدأ جسم المريض يحصل فيه مشاكل بسبب ان الخلايا دي غريبة عنه، فالجسم بيتعرف عليها انها غريبة وهي نفسها بتتعرف على الجسم على انه غريب عنها. لكن باستخدام كريسبر هم قدروا يعدلوا في الخلايا دي بحيث ان هي ما تبقاش فيها يعني المشاكل دي وتبقى جاهزة على طول ان المريض ياخدها على طول. البنت دي دلوقتي ما بقاش عندها لوكيميا، استجابت للعلاج الحمد لله وخفت من المرض بعد ما كانت خلاص يعني استنفذت كل الحلول المتاحة ليها في العلاج من المرض بتاعها. فطبعا زي ما احنا شفنا دلوقتي في كذا قصة من قصص النجاح اللي فعلا استخدمت تقنية الكريسبر علشان حل مشكلة خلل جيني بسبب مرض وراثي. بس الكلام، معظم التجارب اللي احنا اتكلمنا عليها والقصص اللي اتكلمنا عليها هي في ظل تجارب سريرية، معناها ان احنا في مراحل أولية في خبرتنا بالتعامل بالكريسبر وازاي نديه للإنسان وايه الجرعة المطلوبة ويتاخد كام مرة. فاحنا لسه بنتعلم، العلماء لسه بيحاولوا يفهموا التقنية دي ازاي ممكن يطوروا منها. فاحنا برضو عايزين نقول ان هو دلوقتي ما هواش حاجة مثالية او حاجة كاملة مفهومة 100%. انا ليه بقول كده؟ لان من 5 سنين بالظبط في نوفمبر 2018 صحينا الصبح على بيان صحفي سبب قلق وخوف عند ناس كتيرة وعند علماء كتير. البيان الصحفي طلع عالم في الصين قال إن في طفلتين اتولدوا، الطفلتين دول لما كان بيحصل تخصيب ليهم، هم كانوا اتولدوا بتقنية أطفال الأنابيب أو التخصيب المعملي. لما حصل تخصيب، العالم دوت لعب أو غير في الجينات بتاعتهم، وهو كان طالع يقول إن الموضوع ده نجح وإن الطفلتين اتولدوا بعد ما هو غير في الجينات بتاعتهم. طبعا علماء كتيرة يعني هاجموا العالم الصيني ده وقالوا له ان احنا تقنية الكريسبر مش جاهزة لسه ان احنا نطبقها على يعني امبريوز او اطفال لسه ما اتولدوش، لان احنا لسه مش فاهمين قوي ازاي التقنية دي ممكن تأثر على بقية الجينات ال3 مليار حرف اللي موجودين عند الانسان. يعني احنا ممكن نستخدمها في ناس عندهم مرض وراثي ما فيش قدامهم حل، ما عندهمش حل تاني او حل بديل. فالعلماء بيقولوا للمرضى دي الحاجات اللي ممكن تحصل كويسة، وفي نفس الوقت دي الحاجات اللي ممكن تحصل وحشة، الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل، والمريض بيختار عايز ياخد الريسك أو عايز يخاطر بأن هو يستخدم تكنولوجيا جديدة لسه مش مفهومة قوي ولا مش عايز يخاطر. كل واحد يحدد. لكن لما يبقى طفل أصلا صحي، أصلا ما اتولدش لسه، لا يقدر ياخد قرار ولا عنده مشكلة صحية، ده هو التغيير اللي العالم الصيني ده عمله، عمل تغيير في رأي علماء كتيرة هو غير مؤثر على حياة الطفلتين دول، وأنا متفقة معاهم. وبالتالي ناس كتير كانت شايفة إن هو بيلعب بيجرب عايز يعمل شو علشان يطلع يقول أنا أول واحد غيرت في الحمض النووي بتاع أطفال قبل ما يتولدوا. وبسبب الضغط العالمي اللي حصل على الصين والحكومة هناك، بعد شوية هو اتحاكم وحكموا عليه بسجن 3 سنين، ولسه من قريب من شهرين 3 كده طلع من السجن وبدأ يطلع تاني في الأخبار يقول أنا رجعت. فربنا يستر.
بالظبط فعلا. هو التغيير اللي هو عمله كان الفكرة ان هو البنتين دول ابوهم كان عنده اتش اي في اللي هو الفيروس اللي بيسبب مرض الايدز، ومامتهم ما عندهاش الفيروس ده. فطبعا عشان يعني اتنين متجوزين حد منهم عنده الفيروس بتاع الايدز يخلفوا، الموضوع هو ليها طريقة، يعني ممكن ان هم يقدروا يعملوا حاجة بحيث ان الاطفال تتولد بدون ما تكون عندها الفيروس نفسه بتاع الايدز. بس التغيير بقى اللي عمله العالم الصيني اللي هو اسمه جيان كوي هو ده، ان هو حاول يعني شال جين معين او غير في جين معين في الحمض النووي بتاع البنتين دول التوأم، بحيث انه البروتين، الجين المسؤول عنه يطلع بروتين معين اسمه سي سي ار 5. البروتين ده هو اللي عن طريقه فيروس الايدز بيقدر يدخل للخلايا. فبالتالي هم لو ما عندهمش البروتين ده، يبقى بالتالي هم جسمهم بيقاوم اساسا فيروس الايدز، عمره ما يقدر يجي لهم. طبعا يعني هو ما كانش محتاج انه يعمل حاجة زي كده، هما البنتين كانوا ممكن يتولدوا عادي بدون ما يحتاجوا ده. الفكرة انه اصلا البنتين نفسهم اتوجدوا او اتولدوا كتجربة، يعني هو ما كانش فيه مرض وهو بيحاول يعالجه. فزي ما رضوى قالت، احنا لما بيكون في مرض، حد عنده مرض معين ممكن نحاول نعالجه، لكن ده اساسا المرض ما اتوجدش. ده هو البنتين نفسهم كانوا تجربة، هو كان بيجرب حاجة عشان يشوف هيحصل ايه. فكون ان احنا نطلع اطفال كتجربه، او ان احنا نلعب في الجينات بتاعتهم عشان بس نشوف هيحصل ايه، ده يعني اعتداء على حقوق البنتين دول. ومش بس البنتين لوحدهم، لا، ده هو عمل تغيير دائم هيفضل على طول في الحمض النووي بتاعهم. هم هينقلوه للجيل اللي بعده، والجيل اللي بعده ينقله للجيل اللي بعده، هيفضل الخلل او التغيير اللي هو عمله ده هيفضل موجود على طول. فطبعا لما احنا بنغير في الحمض النووي بتاع انسان، يعني اصلا يعني خلاص مولود وموجود في الدنيا، احنا بس نغير في الحمض النووي بتاع خلايا معينه، خلايا مثلا في الكبد، خلايا في الدم. لكن لما نغير في كل الخلايا بتاعه الانسان، يبقى احنا بننقل ده للاجيال اللي بعد كده. فطبعا فكره ان احنا ننقل التغيير الوراثي لاجيال تانية ملهاش اي ذنب في اللعب اللي احنا بنلعبه، واحنا مش عارفين ايه مدى التاثير ده. ده طبعا يعني مشكله كبيره اقل ما يقال عنها. وبيفتح الباب بقى ان كل واحد يصنع زي ما هو عايز. مثلا اب وام عايزين ابنهم يكون اذكى واحد في المدرسه مثلا، او اذكى واحد في البلد بتاعتهم، فممكن يبداوا يغيروا في الجينات بتاعته عشان يبقى اذكى واحد. او ممكن يكونوا حابين ان هو عينه تبقى زرقاء، طب ما نخلي عينه زرقاء. او ممكن يبقوا حابين ان هو يبقى بياكل كتير بس ما بيتخنش، طب ما نغير كمان في الجينات دي. وبعد كده مين بقى اللي هيبقى متاح ليه التغييرات دي؟ اكيد الناس اللي معاها فلوس هي اللي هيبقى متاح ليها، والناس الفقيرة هتفضل بنفس الصفات الطبيعية للإنسان، اللي هو الذكاء الطبيعي، الطول الطبيعي، الوزن الطبيعي، الشكل الطبيعي. فطبعا احنا بنفتح باب كبير لكل واحد يعمل اللي هو عايزه، ويصمم طفل إن صح التعبير على هواه وبالشكل اللي هو عايزه والصفات اللي هو عايزها. فأكيد الموضوع عامل قلق كبير لناس كتير، والعلماء حوالين العالم وبيحاولوا إن هم ياخدوا إجراءات في الموضوع عشان ما يبقاش الموضوع مفتوح لأي واحد عايز يجرب أي حاجة. وفي نفس الوقت ما يبقاش حاطين منع مثلا أو حجر على النوع ده من الأبحاث، فبالتالي يحرموا ناس كتير مريضة من إن هي يبقى لها علاج متاح ليها. فطبعا الموضوع يعني مفتوح للنقاش، ومفروض إن كل الناس يبقى عندها على الأقل يعني جزء من المعلومات عنه، عشان ما يبقاش إحنا يعني بس بنستقبل القرارات اللي الناس بتاخدها، او ان احنا ميبقاش لينا اي كلمة فيها. لازم يبقى برضه عندنا وعي ايه الصح وايه الغلط في الانواع دي من العلاجات اللي عمالة تطلع جديد. مم. وانتي بتحكي دلوقتي على ان الاباء والامهات يقدروا يفصلوا ولادهم يبقوا عاملين ازاي، فكرتيني بفيلم خيال علمي انتشر، طلع من فتره من 10 15 سنه كده، اسمه جاتكا. فيلم بصراحه انا لما اتفرجت عليه خفت حقيقي من المستقبل اللي ممكن في يوم من الايام حاجه زي كده تبقى مسموح بيها. يعني هو طبعا لغايه دلوقتي مش مسموح ابدا ان حد يلعب في الجينات بتاعه الاطفال الا في حدود ضيقه جدا بسبب امراض وراثيه. يعني لستة أمراض وراثية موجودة ومتوافق عليها من جهات علمية في دول بره يعني. بس أنت عندك حق، يعني إحنا المفروض هدفنا في استخدام التقنيات العلمية دي إن إحنا نخدم البشرية. الناس اللي عندهم مشاكل أمراض وراثية اتولدوا بيها، إحنا ممكن في يوم من الأيام نقدر نساعدهم إن هم يتغلبوا على المرض الوراثي ده، بحيث يقدروا يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية زي الناس التانيين اللي حواليهم. بس هو فعلا في خط رفيع بيفصل ما بين ان احنا نخدم البشرية وما بين ان احنا نبدأ نلعب بقى على بهدف اللعب، بهدف ان احنا نقعد ننقي. ودي حاجة برضو حتى دينيا عليها يعني علامات استفهام كبيرة.
بالظبط. ولو احنا متخيلين ان دي حاجة بعيدة عننا، او ان احنا يعني فين بقى واحنا فين والعلاجات دي فين، في واحد طلع في عمل يعني فيديو على يوتيوب. هو كان واحد معاه دكتوراه يعني، بس هو راح جاب بنفسه الحاجات بتاعة كريسبر، كل المكونات، وراح حقنها لنفسه قدام الناس على الفيديو بتاع يوتيوب خبر ده. ابيض. وقال ان هو قال ان انا بالطريقه دي هو حقن لنفسه في العضلات، وبيقول ان انا بغير في الجينات بحيث ان انا يبقى عندي عضلات اكبر. طبعا يعني هو الموضوع مش اشتغلش بالشكل ده قوي كده، بس فكره ان واحد يقدر يجيب حاجه زي كده ويعمل الكلام ده من الجراج بتاع بيته، هو عامل معمل في الجراج بتاع بيته، ويقدر ان هو يعمل حاجه زي كده، معناها ان هي ما هيش غاليه قوي يعني، وان هي حاجه بقت متاحه للناس، وان خلاص الجني طلع من الازازه زي ما بيقولوا، وان الواحد ما يعرفش كمان شويه هيحصل ايه زي كده. الذكاء الاصطناعي يعني دلوقتي هو خلاص خرج بره ان حد يسيطر عليه او يقول مين يستخدمه ومين ما يستخدمهوش. هو فعليا متاح للناس انها تقدر تستخدم كريسبر وتعمل اللي هي عايزاه. فاحنا ممكن نحدد يعني المفروض الصح ان يبقى في اتفاق مجتمعي على ايه الصح اللي الناس تقدر تعمله، ايه الغلط المفروض ان احنا ما نقربش منه، عشان ما نفتحش على نفسنا حاجة ممكن فعليا تدمر الجنس البشري بالكامل. يبقى احنا في الحلقة بتاعتنا النهاردة اتكلمنا على تقنية الكريسبر، ازاي ابتدت وازاي العلماء دلوقتي بيستخدموها علشان يصلحوا من الخلل الوراثي اللي موجود في بعض الأمراض اللي بيورثها البني آدمين. واتكلمنا ان هو برضو لسه مش حاجة كاملة أو مثالية مفهومة 100%، والعلماء بيطوروا من فهمهم ليه ومن طرق استخدامه في علاج الأمراض الوراثية. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. المراجع اللي استخدمناها هتلاقوها مكتوبة تحت. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه تقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.